محترفين وربع. يعني انا مش فاهم معنى الكلمه دي ازاي. كابتن حسام حسن يقولها على اللعيبه بتاعته. انا مش فاهم الناس اللي طالعه عماله تقول لك اصل انا كل الدعم لحسام، كل الدعم اللي مش عارف ايه. ماشي يا عم، احنا قلنا لك حاجه؟ ما كل الدعم لحسام حسن. ماشي، ما فيش مشكله، بس انا مع الفرقه مش مع حسام حسن. احنا شايفين وفي مدرب منتخب مصر يطلع يقول لك محترفين الا ربع. محمد صلاح ومرموش ومحمد ومصطفى سطر وساب سطر، وفي مدرب بيقول كده؟ مش ما فيش كلام يعقل يعني. تمام. وبعدين انت بتتكلم عن المحترفين، احنا تاريخنا كله عاملينه باللعيبه المحليين. فما تجيش تقول لي اصلا المحترفين ومش المحترفين. كل التاريخ بتاعنا عاملينه باللعيبه المحليين. وارجع لجيل حسن شحاته، كان الراجل بيعمل من الفسيخ شربات. امبارح احنا شفنا تونس قدام البرازيل عامله ماتش ما حصلش. قسما بالله لو انت كنت عملت النص ساعه دول قدام البرازيل لكنت مشيتنا من البلد خالص. لا، وبعدين انت بتقول لي اللعيبه مصابه ومش وامام مصاب ومش عارف. طب ما امام كان سليم وانت ما كنتش بتاخده معاك في المنتخب. يعني كلام كله متناقض. بس الكلمه اللي ضايقتني او الكلمه اللي انت ما ينفعش تقولها، المفروض ان انت تحفز لعيبتك، لكن تقول عندنا محترفين الا ربع ومحترفين وربع. كلام مش معقول وكلام مش مفهوم. وانت خانك التعبير في حاجه زي كده. فالنهارده احنا بنشوف المغرب كل حاجه واخداها النهارده في الجوائز بتاعت الكاف، كل حاجه. احسن لاعب اشرف حكيم، احسن حارس بونو، كله كله كله، احسن ناشئ واخده. واخدين كاس العالم، كل حاجه المغرب واخداها. احنا كلنا بنغير على بلدنا وعايزين مصر تبقى احسن حته زي ما كنا الاول. احنا كنا بننام افريقيا من المغرب.